وصفة اليوم سريعة وسهلة وخطيرة ومش بتحتاج وقفة كتير في المطبخ، زي ما انتم ما شايفين طبق تحفة. يلا بينا نبدأ. حلة على النار فيها 3 معالق كبار من الزيت، نزلت بكوبايتين من الرز البسمتي مغسول مش منقوع، شوحتهم مع الزيت شوية، وبعدين ضفنا الخضار اللي هيبان عندكم في الفيديو دلوقتي. ربع كوباية من كل حاجة، طبعا الخضار اللي انتوا مش بتفضلوه ممكن ما تضيفوهوش. شوحناه تاني وضفنا بقى عليه معلقة صغيرة من ملح فلفل والكركم، ورجعنا تاني ادينا له تشويحة، نزلت عليهم ب3 كوبايات من المية المغلية، لكل كوباية رز بسمتي كوباية ونص من المية. غطينا عليه وبعد ربع ساعة ده شكله بعد ما استوى ونضج تماما مفرفر وتحفة. جبنا طبق التقديم، حطينا الماش بوتيتو، حطينا الرز بتاعنا واللحمة المحمرة وزيناهم بالبقدونس، ودي كانت نهاية وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. باي باي.